بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا جميعا بخير وسعادة وفي أحسن الأحوال. امبارح مباراة الأهلي والجونة، مباراة طبعا ظهر فيها النادي الأهلي بمستوى سيء وفكر سيء لمدير فني وهو مارسيل كولر. اللي عاوز أقوله بس أنا مش هتكلم على فنيات ولا هتكلم على تحليل مباراة ولا هتكلم على أي حاجة من دي خالص، ولا في أخطاء تحكيمية ولا الهدف صحيح ولا مش صحيح ولا أي حاجة بخصوص المباراة غير اللي حصل في المدرجات بتاعة النادي الأهلي. الألترس الأهلاوي المصري بتاع القاهرة وألترس الأهلاوي بتاع الجونة. حصلت مناوشات وحصلت مشادات وحصلت اشتباكات ما بين جمهور النادي الأهلي. عارف يعني إيه؟ أنا بقول لك ما بين جمهور واحد، يعني الاتنين هما جمهور واحد بيشجعوا النادي الأهلي، بيضربوا بعض في المدرجات. وصل بينا الحال والمرحلة السيئة اللي احنا بجد بنعاني منها وبنمر بيها حاليا، وهي التعصب. طيب اللي انا اعرفه ان تعصب ما بين جمهور الاهلي جمهور الزمالك، ما بين جمهور الزمالك جمهور مش عارف مين، ما بين جمهور مش عارف الاسماعيلي مع جمهور مين، ده اللي انا اعرفه. ولكن توصل المرحلة ان جمهور الاهلي هو اللي يضرب بعض. طب ده النادي الاهلي يمكن هو النادي اللي بيطالب دايما بالسعة الكاملة للجماهير، ودايما قبل اي مباراة يبعت لاتحاد الكورة وللجهات الامنية احنا عاوزين مش عارف 10,000 واحد في المدرجات، احنا عايزين مش عارف مين، احنا مش عارف مين. طب ما حضراتكم اللي بتطلبوا الساعة الكاملة، واحنا بنتمنى ان تكون الساعة كاملة لكل الجماهير عشان تساند الاندية بتاعتها، الاندية اللي هي الشعبية. ولكن تحصل من حضراتكم انتوا المشكلة، يعني نبقى اخوات في وطن واحد وجنسية واحدة واهل ودم واحد وكمان انتمائنا واحد ونضرب بعض. يبقى سيبنا ايه بقى للغريب؟ سيبنا ايه للغريب؟ انا ذنبي ايه كجمهور الزمالك او جمهور اسماعيلي او جمهور مصر او جمهور ايا كان؟ ذنبي ايه ان انا اتحرم ان انا احضر مباراه النادي بتاعي واشجعه وادعمه بسبب حضراتكم؟ على كده بقى جمهور نادي الزمالك ينضرب بالمثل، ينضرب بالمثل. الجمهور اللي ورا ناديه في كل مكان وما بيحصلش منه الكلام ده، ولا عمرهم يشتموا بعض ولا يمسكوا ببعض ولا القصه دي خالص. ده انتوا حقكم يا جماعه انكم تفرحوا، يعني حقكم تفرحوا بجد. يعني انتوا عندكم ما شاء الله الهضبه جاب هدف امبارح. ده انتوا المفروض لو انتوا عاملين له عقد بسنه ولا بسنتين تغيروا العقد بتاعه ده وتعملوا له ب 10 سنين. ده هو امل النادي الاهلي القادم، يعني موديست ده هو امل ومستقبل النادي الاهلي القادم. المفروض تفرحوا، المفروض انكم تبقوا طالعين، يعني الحمد لله ان انتوا طلعتوا تعادل، المفروض تبقوا مبسوطين، المفروض حضراتكم تبقوا مبسوطين. ولكن تمسكوا ببعض وتضربوا ببعض ما ينفعش. بجد انا بكلمك بجد مش بتريق، على فكره مش بتريق، انا بكلمكم بجد. كل التحيه لكل جماهير نادي الزمالك، الجماهير العظيمه المخلصه الوفيه اللي دايما بتقعد تساند بعضها في المدرجات ودايما ورا فرقتها في كل مكان، وبيخرجوا من اي مباراه من غير اي وش ومن غير اي مشاكل، حتى لو خسرنا حتى لو اتهزمنا. اللي انا اعرفه ان جمهور الاهلي مثلا مناوشات مع اي جمهور نادي تاني، مع شيكابالا مش عارف مع مين مع مين، ولكن مع بعض ده ما يصحش، بجد ما يصحش. لا حول ولا قوة إلا بالله. آخر كلمة عاوز أقولها بوجهها لجمهور النادي الأهلي، أنتوا إخوات، كلنا إخوات، دايما بقول كلنا إخوات. مفيش حاجة مستاهلة والله العظيم إنكم تضربوا بعض في المدرجات، مفيش حاجة مستاهلة. المفروض أنتوا تفرحوا ب أنتوني موديست. موديست اللي مش عارف أقول لك بيتحرك على رومان بيلي ولا مش عارف، بس جاب هدف. كل التوفيق لنادي الزمالك إن شاء الله في كل ما هو قادم. عاش الزمالك وعاش حبه في قلوبنا وعاش جمهور نادي الزمالك العظيم. شكرا لكم، السلام عليكم.